دخل عليا وانا مساعد وزير الداخليه وانا مش عارف اعمل ايه وانا اسوي ايه قلت له ايه ده يا عم في ايه؟ ايه ده في ايه؟ المهم هحكي لكم القصه بتاعت الراجل ده. ناس محترمه جدا وكل حاجه، بس قصه غريبه فيها هدف. ركز معايا كده لغايه اخر الفيديو عشان تعرف الهدف ايه من القصه اللي انا هحكيها لك. كوبايه الشاي الجميله وصلي على رسول الله وركز معايا. من حوالي سنه تقريبا كنت بستورد عربيه. راجل محترم وابنه جم الاثنين قعدوا معايا عايزين عربيه سي، ومعانا المبادره بتاعت حد قريب الراجل وبتاع. قلت له يلا ماشي ما عنديش مشكله، يلا هات لي العربيه، يلا طيب اهي اتفضل صورها القصه بتاعتها، خلي الراجل يعدل المبادره بتاعته عليها يلا. عربيه كانت سي 200 اي ام جي موديل 2023 او 2024 يعني مش فاكر بالظبط يعني. المهم جبنا العربيه. طبعا انا اي عربيه مستعمله او جديده بره لازم اكشف عليها قبل ما ادفع فيها اي فلوس. خلاص. المهم جبنا العربيه وابن الراجل جاي لي استلم العربيه ومضى محضر استلام وخد عربيته واتكل على الله. بعد 9 شهور لقيت والده بيكلمني، انت ما تعرفش انا مين؟ انا مساعد وزير الداخليه مش عارف وايه، وابني النقيب مش عارف فين ومش عارف. قلت له هو في ايه طيب؟ يعني هو ايه الموضوع يعني؟ يا باشا انت على راسي، يعني مهما كانت وظيفتك ايه من اقل حاجه لاعلى حاجه على راسي، احنا بناكل عيش وده شغلنا، فانت على راسي. ايه الموضوع بقى؟ قال لي انت كنت جايب لي عربيه كذا 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 من 9 شهور. قلت له ماشي ايوه افتكرت حضرتك. انا ما بنساش عميل عندي، انا ولا بشرب منبهات ولا سجاير ولا بعمل اي حاجه في دنيتي غلط الحمد لله. فانا يعني مركز وبنام بدري وبصحى بدري وبلعب رياضه فانا مركز، فما عنديش حاجه اسمها عميل اتعامل معاه بنساه. المهم العربيه انا كنت ببيعها اليومين دول وما مشيناش بيها كتير اصلا. فلقيت الراجل اللي هيشتري العربيه بيقول لي دي مغيره ازاز امامي وكبوت مرشوش واكسدام ورفرفين مرشوشين. قلت له يا نهار ابيض ده ايه دي عشه يعني؟ ازاي؟ استحاله، انا كاشف على اي عربيه بجيبها انا بكشف عليها. لا وانا انت ما تعرفش انا ممكن اعمل معاك ايه، انا مش عارف. قلت له طب بقول لحضرتك ايه، لو هنخش في سكه انت ما تعرفش انا هعمل معاك ايه، اعمل اللي عندك. لو انت متخيل ان الكلام ده هيهتني عشان مثلا اخاف منك فاعمل لك حاجه معينه خارج يعني بره اطار الاصول، فانسى ده مش هيحصل. قال لي يعني ايه مش همك؟ قلت له اه طالما انا صح هي مش هاممني، اللي عندك اعمله. لا ده انا هاجي لك يا عم، تعالى انت فين دلوقتي؟ اجي لك دلوقتي، تعالى دلوقتي انا في اللوكيشن اهو تعالى. جالي هو وابنه، هم ناس محترمين جدا اقسم بالله. بس طبعا هو الراجل طبعا راح يبيع العربيه في مكان انا طبعا ما اعرفش يعني، هقول لكم بقيه التفاصيل يعني. فالظاهر قالوا له ايه الكلام ده، فطبعا اتقهر بقى يعني فلوسه اللي حطها في العربيه كده هتروح في الارض، لان المعرض عايز ينزل له من ثمن العربيه خلاص 500,000 جنيه عشان القصه دي. فالمهم جالي فقال قعد معايا لسه هيزعق. قلت له بقول لك ايه هتزعق؟ انا هقوم مش هقعد مع حضرتك، انا راجل محترم وسمعتي معروفه في السوق ونظام شغلي اصلا ما فيهوش حاجه مفتوحه فيبقى فيها مجال للخطا، فانسى. فنتكلم بالراحه عشان اشوف ايه مشكلتك واشوف اقدر احلها لك ازاي. قال لي طيب انا دلوقتي وديت العربيه في واحد كان هيشتري العربيه كذا 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 وقال لي كذا 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 كذا، ايه الحل؟ قلت له كلمه لي. فالمهم كلم لي الراجل ده، فانا حسيت صوته صغير وبعدين بتكلم معاه بقول له طب انت عرفت ازاي كذا، فمش عارف يرد. قلت له انت عندك كام سنه؟ قال انا عندي 23 سنه. قلت له اه هو انت في معرض؟ قال لي اه احنا معرض كذا 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 كذا. قلت له طيب انا طبعا مش هقول اسم المعرض عشان مش عايز يعني اكل عيش الناس ده يبوظ، بس طبعا الناس دي ما تعرفش ربنا. قفلت معاه قلت له يا باشا اللي بيحصل دلوقتي ان الناس دي عايزه تاكل من ثمن العربيه، فعشان ياكلوا من ثمن العربيه عملوا القصه دي، بيضحكوا على حضرتك. انا ما اضحكش عليه. قلت له طب انا بقول لك ده اللي بيحصل، انا عموما هجيب لك الريبورت بتاع العربيه برقم الشاسيه بتاعها خلاص من المانيا النهارده هبعته لك على الواتساب. وفعلا كلمت المكتب بتاعي بره في اوروبا، جابوا لي ريبورت بعته له اكسيدنت فري، العربيه سليمه ما فيهاش اي حاجه ما فيهاش اي مشاكل خالص خالص. انا فاكر ان العربيه دي كانت ماشيه 20,000 كيلو متر، فانت مش يعني ما فيش مجال الكلام ده. المهم بعته له، انا ماليش دعوه، ما انت ممكن تكون انت اللي مؤلف استغفر الله العظيم يا رب. قلت له الف ايه بس؟ انت هتبقى مؤلف الريبورت؟ قلت له انا الف الريبورت ليه؟ يعني هعمل كده ليه يعني؟ قال لي علشان تطلع من المزنق اللي انا زنقتك فيه. قلت له طب هو انت عايز ايه طيب؟ قال لي انا هاخد منك 500,000 جنيه. قلت له ليه تاخدهم مني ليه؟ قال لي هم دول اللي انا هخسرهم في العربيه من ثمنها السوقي دلوقتي،
فانت اللي هتدفعهم. قلت له طب انا ادفعهم لو انا غلطان؟ قال لي ما يمكن هم بره يستهبلوك. قلت له يا فندم عيب، انت راجل كبير ما ينفعش تتكلم معايا تقول لي يستهبلوك ويستعبطوك، وايه الكلام ده ما يصحش يعني، حضرتك راجل محترم وكبير وما ينفعش ان انا يعني اوصل معاك للطريقه دي في الكلام، فمن فضلك خلي الكلام يكون باحترام بينا عشان اعرف اساعدك. المهم ايه، قال لي طب، قلت له بقول لك ايه، طيب انا هريحك، هات لي العربيه خلاص على فرع من الفروع، وانا هقول ان انا بشتري العربيه دي، وخلينا نكشف في اي فرع من الفروع عندي يعني، وخليهم يكشفوا على العربيه ونشوف ايه اللي هيحصل. المهم راحت العربيه في فرع من الفروع، كلمني كلمت انا ساعتها مدير الصيانه اللي ماسك الصيانه، كان المهندس هاني، كلمته قلت له يا باشمهندس دلوقتي العربيه دي انا هشتريها، كشف لي عليها كشف كويس جدا وقول لي ايه اللي فيها. المهم الراجل كشف، عمل ريبورت محترم طالع من عندنا، وقام بعته لي على الواتساب، قال لي العربيه ما فيهاش اي حاجه خالص. قلت له فابريكا؟ قال لي فابريكا بره. قلت له الازاز انا كنت شايفه كده حاسه متغير. قال لي لا مفيش الكلام ده، ده ازاز الشركه بتاعها. بيقول لي العربيه دي كمان مستورده، العربيه دي مش من توكيل مصر. قلت له ايوه فعلا العربيه دي جايه من المانيا. قال لي لا ما فيهاش اي حاجه. اقول للراجل ما فيهاش اي حاجه، ما هو تبعك، الله يا دي النيل عليا، طب انا اعمل لك ايه يعني اعمل ايه؟ طيب ايه المطلوب مني ان انا اعمله؟ طب حاضر، انت مش عايز تبيع العربيه؟ قال لي اه. قلت له طيب انت عايز ايه؟ قال لي انا مش عايز، انا عايز الفلوس اللي انا دفعتها وبس. قلت له طب ما يمكن تجيب اكتر من كده. قال لي يا عم لو جابت اكتر من كده حلال عليك. قلت له طيب. قال لي بس لو جابت اقل. قلت له يا عم لو جابت اقل مش هنبيعها، ولو جابت اقل يبقى فيها عيب حقيقي، في الحاله دي انا ادفع الاقل. قال لي حلو الكلام ده، قفش هو بقى في الكلمه دي. طبعا انا بعمل كده ليه؟ لان انا خلاص تاكدت مليون في الميه العربيه ما فيهاش حاجه وان المعرض ده بيشتغل. جاب لي العربيه على الفرع بتاع التجمع الاول، وبعدين عندي مصطفى اللي كان ماسك البيع لحساب الغير، قلت له يا مصطفى نزل اعلان للعربيه دي صورها ونزل لها اعلان. جه تاني يوم واحد خد العربيه على ونش، عجبه السعر وكل حاجه، حطيت سعرها السوق، عجبه السعر وكل حاجه، وبعدين واخدها على ونش وراح بيها التوكيل، كشف طلع ريبورت عربيه فابريكا ما فيهاش اي حاجه خلاص. وجه قال لي تمام يا باشا انا عايز ادفع عربون عشان احجز العربيه. قلت له حول لي يا باشا، يلا تك 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 قام حول لي. المهم يلا يا باشا هات لي ورقك، اعمل لي بقى تحويل التاني. عملت له بقى بقيه الفلوس دي حولتها على الراجل صاحب العربيه، حولها له خلاص. الفلوس التانيه دي بقى هي ثمن العربيه اللي الفعلي اللي هو عايزه، والعربون ده انا خدته زي ما هو قال لي. وبعدين حول له الفلوس، قلت له طب اديني البطاقه بتاعتك عشان اخلي الراجل يعمل لك عقد مسجل بس على حسابك، هجيب لك فاتوره العقد المسجل تحول لي فلوسها. وفعلا الراجل راح قابلني في الشهر العقاري، اعتقد كان في نادي الصيد تقريبا، وعمل له عقد مسجل واداني الايصال بتاعه. قمت انا حولت له فلوس العقد المسجل لغايه ما اقابل الراجل، وخدت الورق وخدت كل حاجه والرخصه وكله، ورحت قابلت الراجل اديته حول لي فلوس العقد المسجل والسلام عليكم. المهم وانا بقفل القصه دي فاديت للراجل صوره من الريبورت بتاع التوكيل، قلت له انا باعت لك، انا بدي لك الصوره دي عشان تتاكد ان انا عمري ما هكذب، ولا عمري هقول على حاجه ما بتحصلش، ولا عمري هيبقى في عربيه تطلع من عندي استيراد ما اعملش عليها تقرير بره، وبعمل لها PDI كمان اول ما بتوصل هنا عندي. PDI ده بري ديليفري انسبكشن، بكشف عليها تاني عشان لو فيها اي حاجه خلاص ما سلمهاش للعميل. فانا بكشف العربيه دي قبل ما تشتريها وبعد ما توصل، عشان ما ينفعش اديك حاجه ناقصه او حاجه مش مظبوطه، ما ينفعش باي شكل من الاشكال. فبص لي كده قال لي ايه ده يعني العربيه سليمه؟ قلت له اه. قال لي وانت بعتها بكام؟ قلت له لا مالكش فيه، انت قلت عاوز ثمن العربيه اللي انت دفعته وبس، انا اخدت من وراك مكسب محترم، وده علشان انت ظنيت فيا سوء، فربنا عوضني اللي انت عملته ده بفلوس، وانا بشكر ربنا ومرضي. فانا بحكي لكم القصه دي بقى بسرعه ليه؟ مش عشان اقول لكم انا كسبت من الراجل ولا بتاع، لا يعني الارزاق بتاعت ربنا يعني. هي القصه كلها ان انت ما تصدقش دايما لما تروح تبيع عربيه في معارض زي، طبعا مش كلهم يعني عشان برضو ما بقاش ظلمت الناس، بس ما تصدقش دايما كل الكلام اللي بيتقال. ممكن بنسبه كبيره الراجل اللي انت رايح تبيع عنده العربيه ده يبقى عايز يفطس لك العربيه عشان ياخدها تجاري، عشان يرجع هو يبيعها بعد كده لزبون بسعر اعلى. طبعا ده حرام، بس هو ما يعرفش الحرام من الحلال، فربنا يهديهم جميعا. لكن انا بقول لك نصيحه لوجه الله، هتبيع عربيه لمعرض قبل ما تروح له خلاص، وقبل ما يقول لك اي حاجه اطلع يا باشا على مركز معتمد او التوكيل، طلع ريبورت للعربيه قبل ما ياخدها منك، اهو الريبورت دي العربيه تمام، ولا تقعد تطلعي فيها نقطه الفطسانه وشكرا على كده. اسف لو كنت طولت عليكم، بس يعني كان لازم كل فتره كده بحكي لكم القصص اللي بتقابلنا في الشغلانه الجميله بتاعتنا دي، وربنا ان شاء الله يعني يعيننا على المشاكل الغريبه اللي من النوع ده. بس في النهايه ربنا
موجود وشايف ومطلع وعارف كل واحد بيعمل ايه، وبيرزق كل واحد على حسب نيته وشغله واجتهاده. الراجل ده كان ممكن ياخد الفلوس اللي دفعها في العربيه وفوقيها مكسب كمان زياده حلوين، رقم حلو، لكن هو لا، هو صدق ان العربيه فيها عيب، وكمان تخيل ان انا هاخدها هلبسها لحد عشان اديله فلوسه، وما كانش عنده مشكله في ده. انا عارف انا بقول لكم ايه. فعشان كده ربنا اداله على قد الفلوس اللي دفعها بس، وربنا رزقني الحمد لله من حيث لا احتسب. مشكله كانت جايه لي على ان هي مصيبه، يقوم ربنا يعوضك من وراها بفلوس كويسه. خلي بالكم، وصلوا على رسول الله. قبل ما تسيب الفيديو تروح في اي حته اعمل لايك وشير. شريف ياسر اون تراك. اقدر اجيب لك اي عربيه من اي حته استيراد، امريكا، كوريا، الصين او اوروبا. اجيب لك اللي انت عايزه وانبسط. يلا اشوفكم على خير. السلام عليكم.